السلام عليكم، الله ينور دروبكم، يصلح لنا ولكم النية والذرية. بأدخل في موضوع وأتكلم عن موضوع حساس جدا، وأتمنى من أولياء الأمور التركيز معي والحكمة. الحكمة التربية في الزمان هذا وأساليب التربية، تربية الأبناء تختلف تماما عن التربية سابقا. الأساليب اللي كانت تنفع أول ما تنفع الآن بريال واحد، وسامحوني على ذا الكلمة. الآن أبنائنا يخرجون مدارسهم وجامعاتهم ووظائفهم وأمورهم وطلعاتهم مع الشباب، وكذلك البنات. أصبح حتى كثير من البنات تطلع مثل الأولاد، يعني ما عاد عندها إشكالية مع زميلاتها، مطعم، كافيه، مولات من هذا القبيل، تمشيه روحة جاية، حتى من الجامعة تخرج. أصبحت الأمور هذه مستساغة. لكن الإشكالية فين؟ الإشكالية في بعض الطيش والطلعة والنزلة اللي فيها أمور لا تحمد عقبها، خاصة على البنات، وتكسر حاجز الحياء من الله قبل الحياء من الخلق، وقبل التسويق لأشياء أستحي إني أقولها. الآباء الكرام، الأمهات الكريمات، المجتمع يتحدث عن مناظر وعن مشاهد وعن أحداث نشوفها تو عيوننا، ما فيها خطين يومي، تو العيون ما حد نقلنا، في حدائق وفي مولات وفي مقاهي وفي مطاعم في وقت الدوام الرسمي. كيف طلعوا؟ الله أعلم. كلامي ما هو شك في أبناء أحد، لكن حرص على الجيل. والله أنك تشوف مشاهد والله أنها تذهل العقول لها. حتى بعض الدشير، الله يكرمكم ويعز مقداركم على هذه الكلمة، يعذرني عليها، يقول لا إلى هذا الحد وخلاص أقفل. ما هو بالطريقة هذه. مناظر والله العظيم إنه يندالها الجبين. تجرؤ من بعض البنات على الفضيلة وعلى الحياء وعلى العفة بشكل سخيف ومخيف جدا. وقتلوا ونحروا تربية شيبان تعبوا وسهروا وعرق جبينهم طاح عشان يربون هذول البنات والأولاد، ثم يهدرونه في ظرف ساعة عشان فلة وناسة وحركات شباب وشابات. أنا وأنتو مجتمعاتنا وأسرنا من نسيج المجتمع اللي نعرف وش يدور أحداث المجتمع من حولنا وحوالينا. نستاجر استراحات وشاليهات زينا زي غيرنا، نسمع ونشوف عندنا وجنبنا رقص ودبك وضحك وخويش وبلا وجلا. والله نحن نعرف انهم اولاد وبنات وساكتين، خلهم بكيفهم، ما علينا منهم. اذا كل المجتمع قال الكلام هذا فعلى الدنيا السلام. بتحل علينا العقوبة، نسأل الله العفو والعافية. حلها إنكارها الحقيقي الصادق بالقلب. والشيء الثاني توعية أبنائنا اللي معنا، اللي يسمعون يشوفون المناظر من حولهم وحواليهم. الأمر الثالث نقاشها في مجالسنا وفي منتدياتنا وفي جلساتنا وفي استراحاتنا وفي اجتماعاتنا وفي أي صعيد كان. نحن ننكر هذه الأشياء ونحرص على الآباء والأمهات وعلى الأخوان اللي شنبه ما شاء الله تبارك الله وفلنها، وهو يشوف الأشياء ويطمر في محارم خليقة الله، ومن دق باب الناس دقوا بابه. سفريات لا رقيب ولا حسيب، بارتيات، حفلات، عيد ميلاد وسهرات ومدري ويش، ننكر. والله نحن نعرفها كلنا، والله نحن ما غرنا شيء، لكن ساكتين. ما أدري ليش ساكتين. لابد نحن ننكر هذه الأشياء على صعيد الأسر وعلى مجتمعاتنا، على أبنائنا، نعلمهم أن الحرام حرام مهما تعددت طرقه وأساليبه. بعضهم يقول يا أخي أنا ما أهم شيء ما وقعت في كبيرة من كبائر الذنوب. لا يا حبيبي، وقف. الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، وكل الفصفص حبة حبة، وكثرة المساس تذهب الإحساس، لين يطمر الواحد في الخلبة للركب. الله يعز من عندي. طيب إيش التصرف اللي تبغاه يتصرف المجتمع لما يشوف يا أختنا في الله ويا أخونا في الله تسوون هذا الشيء؟ واو ما شاء الله سبرايز قد. ليه يا إخواني؟ والله إلا غلط، إلا والله يمقتونكم ولا يعتبرونكم في عيونهم كذا، لا تفكرونكم واو. بعض أبنائنا وبناتنا اللي يفعلون هذه الأشياء في مواقع يدرسون فيها، بكرة نأمنهم على مجتمعاتنا، سواء في تعليم، سواء في وظيفة، سواء في طب، سواء في تمريض، سواء في دوائر حكومية، أيا كان. المهم أنه بيقابل مجتمع يخدمهم. كيف آمن على مجتمعي وهذه العينات؟ هذا فعلهم وهذه أمورهم. الشيء الثالث الأمور، يعني أقسم بالله أن شيء يفقع الراس يا عرب. وناس أنعم الله عز وجل عليهم تربية ودين وإيمان ويعرف الحلال والحرام، والله أنه يعرفه، والله ما غره، ذي صح وذي غلط. وتجد فال أمها على الصاجع الآخر بدعوة إيش؟ والله إيش نسوي؟ ضغط مدري إيش، ما قدرت أصبر إلا مدري ويش. وراك هل حتى لو أنت عزابي، حتى لو أنت حيد،
قل لا إله إلا الله قلبك ما يحس يا مسلم. قل لا إله إلا الله ما فوقك رقيب يعلم خافية الأعين وما تخفي الصدور. أنا أخطي وذنوبي له فوق راسي والله يسترها بستره، وكلنا مخطئين ما حد يبري نفسه، لكن لابد أنك تصل إلى مرحلة أن تقول هنا أوقف، إني أخاف الله رب العالمين، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأنا أتوب إليه. إلى متى؟ وإلى متى نتمادى؟ وإلى متى نسكت؟ وإلى متى نتعامى ونتغاضى ونقول لا ذا الحين إلا بعدين إلا مدري شو؟ لا يا إخواني، والله مهما كان لا بد لكل إنسان من رجعة، لا بد لكل امرئ من توبة، لا بد للإنسان أنه يعترف بذنبه وخطأه ولا يكابر ولا يقول لا أنا بري وأنا ما عندي. لا، حتى اللي ما هو واقع في ذا الأمور فهو ساكتا على منكر يره. يا أخي ما تقدر بلغ خطيب الجمعة، بلغ يا أخي واحد يستطيع أنه يوصل الأمر إلى جهات رسمية، بلغ الأسر، حذرهم أم نبههم، أنكر الشيء هذا على صعيد أسرتك الخاص. المهم لا يسكت على الأمر، لأنه والله شيء مخيف جدا. أخيرا وليس آخرا، الآباء والأمهات الحذر والحكمة في التربية في ذي الأمور. لا تشك ولا تقعد تتجسس ولا تقفل مرة في ينفلت فلتة ما عاد وراها في يجيب لك القاصي والداني والحالي والحامض. الحكمة الدعاء من الله إن الله يصلح نيتك وذريتك، وخوفهم بالله، ودائما أطرق في آذانهم الخوف ورقابة الله عز وجل الدائمة، ودك معهم ودهم في الصين ودهم في الهند. الثقة الزائدة العمياء اللي ما لها حدود هي اللي أوقعت شبابنا وبناتنا في مثل هذه الأمور. أنت يا الشاب وأنت يا الشاب، ليش تمشي في طريق غلط وأنت تعرف أن اللي وراك ما يرضاه؟ هذا إذا ما رقبت الله عز وجل. قبل كل شيء الله ما يرضاه، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر منه، ووالدينك بتلطخ سمعتهم وأنت كذا. اتخفى من الناس ولا تستخفي من الله وهو مع. أعتذر جدا إني طولت عليكم، لكن والله أنك تنصدم في أشخاص وأناس وقعوا في وحل هذه الأمور، خاصة البنات يا عرب، البنات. قولوا يا الله أن الله يسترنا وإياكم، الله يسترنا ويسترهم، الله يسترنا ويسترهم في الدنيا والآخرة. الله لا يفضحنا ويديم علينا وعليكم ستره. والله أن شيء ينداله الجبين، ولا بد أنه يوضع له حد على صعيد شخصي وأسري ومجتمعي وحتى على رسمي، لأن والله الأمور أنها ما تحمد عقباها ولا تبشر بالخير في مثل هذا الجانب، خاصة أن الأمر مكشوف وعيان بيان واضح، ويتنادون بها ويرسلون حبلاتهم وأمورهم. ودعنا الله، ما عاد في طوال الحكاية فائدة، يكفي ما سمعتوا. نسأل الله يحفظنا وإياكم بحفظه. استودعكم الله، صلى الله على نبينا.